فشارة جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع الكابلز من عنصر النار وهم رايحين لمدينة العناصر الطبيعية بعد ما حصل دمار كامل في مدينة النار، وكل عناصر النار سابوا المدينة وهاجروا لأماكن تانية. وبنعرف إن مدينة العناصر دي فيها كل عناصر الطبيعة الموجودة في الدنيا، زي المية والهواء والأعشاب والبخار وكل حاجة حرفيا. لكن المشكلة إنهم كانوا مش بيحبوا عنصر النار، ودايما بيتعاملوا معاهم بعنصرية وبيخافوا منهم لأنهم بيأذوا باقي العناصر ولكن بدون قصد. ولما الكابلز بيوصلوا للمدينة بيلفوا على كل البيوت علشان حد يرضى يسكنهم، ولكن للأسف أول ما السكان يفتحوا الباب ويشوفوا عناصر النار بيقفلوا على طول في وشهم. بعد شوية بيلاقوا بيت مهجور وقديم فبيعجبوا بيه وبيقرروا ان هما يعيشوا فيه دايما، وكمان بيبنوا المحل بتاعهم في البيت ده. وبعد فترة بيخلفوا بنت اسمها أمبر، وأبوها كان بيعودها دايما تقف في المحل من صغرها علشان تقدر تتعود على الشغل، لأن بعد لما تكبر هيكتب لها المحل باسمها. ولكن لما بتكبر خلقها بيضيق أكتر وأكتر، وكل ما الزبون يقول لها صباح الخير تقول له وكمان بتقول لي صباح الخير، وتقوم مولعة في المحل كله. ودايما بتواجه مشكلة الغضب السريع ومش بتقدر تسيطر على نفسها خالص، ولكن أبوها كتر خيره بيجي ينقذ الموقف دايما. وفي يوم بتكون أمبر واقفة لوحدها في المحل والزباين بيكتروا كل شوية، وهي يا عيني مش متعودة على البهدلة والضغط النفسي، فبتنزل للقبو وبتنفجر من كتر الغضب والتوتر وبتولع في المكان كله، وماسورة المية بتسيح والمية بتغرق القبو. وفجأة بيظهر عنصر مية من القبو اسمه ويد، وبيعرفها ان هو موظف من البلدية، وبيشوف صورة عيلتها على المية فبياخد الصورة وبيفضل يعيط لانهم عيلة جميلة خالص. فأمبر بتقوله يسترجل كده وبلاش دلع لان فيها اللي مكفيها، وبتسأله هو مين وجاي يعمل ايه هنا بالظبط. فبيقول لها ان هو جاي يعمل فحص للمحل ويشوف المخالفات اللي فيه، وبيلاقي مخالفات كتيرة جدا فبيسجلها، وبيقول لها ان محلها هيتقفل في خلال اسبوع بالظبط. فأمبر بتحاول انها تستعطفه وتقول له ان ده مصدر رزقهم الوحيد، لكنه بيطلع يجري منها قبل ما تحرقه. فبتطلع تجري وراه وبيدخل المترو، وكانت على وشك انها تمسكه لكنه فص ملح وداب. ولكن هي ما بتستسلمش وطلعت تجري وراه لغاية ما بتلاقيه خارج من مكتب البلدية، وفضلت تحكي له على ظروفها وظروف عيلتها وانها بتجري على اخواتها وحالها يصعب على الكافر. وعلشان صاحبنا حساس قوي فقرر ان يساعدها، ودخلها لموظف البلدية المسؤول عن إرسال القرارات لرئيسة الحي علشان تقدر تقنعه بنفسها إنه يمنع صدور القرار. ولكن في اللحظة دي أمبر فقدت أعصابها تاني وولعت في المكتب كله، وموظف البلدية اتضايق منها أكتر وأكتر وبعت الجواب على طول. بترجع أمبر تاني للمحل وبتلاقي أمها وأبوها بيحاولوا إن هم يصلحوا الدمار اللي حصل، فبتقول لهم إن موظف البلدية هو اللي عمل كده وهي ملهاش دعوة خالص. بس يعني في الآخر قدروا إن هم يسيطروا على الموقف وصلحوا الماسورة. وتاني يوم بتروح أمبر تقعد قدام مكتب رئيسة الحي علشان تحاول تقنعها إنها ما تصدرش القرار، فبتلاقي ويت معدي من هناك وبيقول لها إن الرئيسة مش موجودة هنا أساسا لأنها موجودة دلوقتي في حفلة بتاعة المدينة، وبيعرفها إن هو معاه تذكرة زيادة للحفلة لو كانت حابة إنها تروح معاه. وقبل ما الراجل يخلص الجملة بتقوله أنا موافقة جاي معاك، وبتاخده وبتروح على الحفلة بسرعة. وبيقابلوا الرئيسة هناك وبتقول لأمبر إنها هتوافق على إلغاء القرار ولكن بشرط لازم تعرف مصدر تسريب المية في المدينة جاي منين وتعالجه. فبتروح أمبر مع ويد يفتشوا في المدينة كلها عن مصدر التسريب لغاية ما بيلاقوه وبيظبطوا الدنيا وبيصلحوه. بنلاحظ إن في كيمياء غريبة جدا بينهم هما الاتنين مع انهم عكس بعض تماما، وعلشان كده ويد بيعرض عليها انها تنزل معاه في ديت بكرة. فامبر بتحاول انها تداري ضحكتها وبتقوله ينسى الموضوع، بس ويد قال لها مادام ضحكتي يعني قلبك رق. فامبر بترجع للبيت بسرعة وهي مكسوفة تماما. وتاني يوم امبر بتروح معاه وبيقضوا وقت لطيف جدا سوا، ولكن بيحاولوا دايما ان هم يتجنبوا في انهم يلمسوا بعض علشان ويد ما يتبخرش منها. وفي آخر اليوم بيروحوا يتصوروا صورة للذكرى، بس نور أمبر بيخفي ملامح ويد تماما. وبعد فترة علاقتهم مع بعض بتكون أقوى وأقوى، لكنهم بيعرفوا إن المية رجعت تسرب تاني. فبتروح أمبر تستعمل النار وبتلحم الفتحة بتاعتها، وبتكون قلقانة جدا لأنها ما سمعتش أخبار من رئيسة الحي لحد دلوقتي.
بس ويد بيطمنها دايما وبيعرض عليها انها تيجي تتعشى مع عيلته وبالمرة يتعرفوا عليها، ولما بتروح تقابلهم بتلاقيهم عيلة لطيفة جدا وكيوت. وبعدها بيكلموها عن طفولة ويد وبيعرفوها ان عنده فوبيا من الاسفنج، لانه اتشفط قبل كده من اسفنجة وهو صغير وفضل محبوس فيها لساعات. وبعد ما بيخلصوا عشاء بيقوموا يلعبوا مع بعض لعبة العياط، وفكرة اللعبة ان هم يسيطروا على مشاعرهم وما يعيطوش خالص. ولكن طبعا كل عناصر المية مرهفين الحس وبيخسروا دايما في اللعبة دي، فبيجي الدور على أمبر وويد بيحاول ان يخليها تعيط، ولكن البنت قلبها من نار مش بيأثر فيها الكلام ده، لغاية ما ويد قال لها ان حياته من غيرها ما كانش ليها طعم زي المية بالظبط، وانها الوحيدة اللي خلت حياته سبايسي شوية وغيرت حياته للأحسن. وبس يا سيدي، أمبر سمعت الكلمتين من هنا وهاتك يا عياط من هنا. بعد شوية رئيسة الحي بتتصل بويد وبتعرفه ان القرار اتلغى والمحل مش هيتقفل خلاص. فأمبر بتفرح جدا وبعدها بتودع العيلة علشان تمشي، ووالدة ويد بتقول لها انها عندها فرصة شغل كويسة جدا ليها في اكبر شركة صهر معادن في العالم، واتوسطت ليها عند صاحبتها علشان تشتغل. لكن للأسف أمبر بتتضايق جدا وبتحس بالإهانة لسبب انا مش فاهمه لحد دلوقتي. هي عملت لك ايه؟ وبتنكد على ويد وعلى اليوم اللي عرفته فيه، وبتقول انهم مش هينفعوا يكملوا مع بعض خلاص علشان امه جرحت كرامتها يا عيني. وبعد كام يوم بيقرر والد أمبر انه يعتزل المهنة، وبيجمع كل عناصر النار في المحل بتاعه وبيحتفلوا مع بعض بتقاعده. وفجأة ويد بيدخل عليهم وبيقول قدام كل عناصر النار انه وقع في حب أمبر ومش قادر على بعدها خلاص. طبعا عيلة أمبر مش بيعجبهم الحال المايل ده، لأنهم استحالة يجوزوا بنتهم لعنصر المية، وبيكسروا قلبه وقلب بنتهم كمان وبيطردوه بره المحل. أمبر بتكون واقفة حزينة على اللي بيحصل لها، ولكن مش هتقدر تعصي أوامر أبوها وأمها. في الوقت ده والد أمبر بيتعصب عليها وبيقول لها إنه اتصدم فيها، وبيعرفها إنه مش هيكتب المحل باسمها. فأمبر بتزعل جدا وبتروح تقعد لوحدها، ولكن بينها وبين نفسها بتكون مبسوطة جدا لأنها أساسا ما كانتش حابة تشتغل في المحل وعاوزة تعمل شيفت كارير خاص بيها، لكنها بتتظاهر إنها مبسوطة في الشغل علشان أبوها ما يزعلش وخلاص وتحقق له حلمه. في اللحظة دي الفتحة بتتفتح مرة تانية والمية بتغرق المدينة كلها. فأمبر بتروح بسرعة على الموتوسيكل بتاعها علشان تنقذ أسرتها، وبعدها بتروح تقفل باب المحل علشان تمنع دخول المية، ولكن مع الأسف المية بتدخل وبتغرق المكان. وقتها بيظهر ويد من وسط المية وبينقذ أمبر وبيدخلوا الأوضة وبيقفلوا على نفسهم، ولكن الأوضة دي بتكون حر جدا ومع الأسف ويد بيتبخر وبيختفي. بعد شوية أهل أمبر بيفتحوا الباب وبيدخلوا بيلاقوا بنتهم بتعيط على حبيبها وبيكونوا مش عارفين يواسوها ازاي، ولكن المفاجأة إن المية من بعد ما اتبخرت رجعت تتكثف تاني، وويد بيرجع مرة تانية وبيحضن حبيبته. وبعد كام شهر كل حاجة بترجع لطبيعتها تاني، ده غير ان باقي عناصر المدينة مبقوش عنصريين زي الأول وبقوا بيحبوا عناصر النار وبيروحوا كمان لمحل والد أمبر، وأمبر وويد بيتجوزوا وبيودعوا عيلتهم. المية والنار اتجوزوا وانت قاعد لسه موكوس، وبيسافروا مع بعض لمدينة بعيدة علشان أمبر تشتغل في شركة صهر المعادن وتبقى سترونج اندبندنت وومن قد الدنيا. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وشير وتكتب لي تحت في الكومنتات حابب ايه الفيلم الجاي. سلام.